ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم اسلام مصطفى فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن 3 نقط مهمين لاي لعيب كوره. اول نقطه ازاي تعمل فيديو لنفسك، تاني نقطه ازاي تكتب سي في لنفسك، تالت نقطه ازاي تستغل الفيديو السي في ده عشان تسوق لنفسك. هنتكلم في كل النقط دي في فيديو النهارده. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش مشتركش في القناه انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده للفيديو تاخد حاجه عشان ننزل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. بعد ما نزلت الفيديو اللي فات اللي هو كان عن الاحتراف في بايرن ميونخ والاحتراف في المانيا، وكان مطلوب عشان تحترف او عشان توصل ان انت تعمل فتره معايشه ان انت تبعت فيديو ليك. ناس كتير بعتت لي بعد الفيديو ده انا مش عارف اعمل فيديو او ازاي اعمل فيديو او الفيديو ده بيبقى موجود فيه ايه بالظبط عشان اقدر ان انا ابعته. هنتكلم في اول نقطه عن الفيديو الخاص بيك. اولا الفيديو الخاص بيك ده في فيديوهات قويه وفي فيديوهات ضعيفه. يعني ايه فيديوهات قويه وفيديوهات ضعيفه؟ في فيديوهات قويه بتسهل عليك جدا ان انت تروح فتره معاشه او ان انت تنتقل لنادي. في فيديوهات ضعيفه ممكن تتشاف وما تعملش حاجه، وممكن ان هي برضو تديك فرصه ان انت تنزل فتره معاشه بس مش بقوه الفيديو التاني. طب الفيديو القوي ده ايه؟ الفيديو القوي ده اللي هو بيبقى معمول من ماتشات رسميه. يعني انت عملت 3 4 ماتشات رسميه بتصورهم واخد منهم اهم لقطات ليك ومجمعهم كلهم في فيديو واحد، ومن خلال الفيديو ده بتبتدي ان انت بتسوق لنفسك. طيب ايه الفيديو الضعيف شويه؟ الفيديو الضعيف شويه ان انت بتصور لنفسك باهم مميزاتك. يعني انت راجل مثلا بتشوت كويس فبتصور فيديو لقطات ليك بتشوت كويس، او بتصور فيديو لقطات ليك وانت بتلعب خماسي وبتشوت كويس، او لو انت لعيب مهاري نفس الكلام بتصور فيديو ليك بمهاراتك الخاصه، او بتصور فيديو برضو وانت بتلعب خماسي بمهاراتك الخاصه. ده فيديو وده فيديو، بس ده فيديو بيسهل عليك كتير جدا اللي هو الفيديو بتاع المباريات الرسميه، والفيديو التاني بيدي فكره بس للمدرب او للوكيل ان انت ايه مميزاتك، وهل انت لعيب كويس ولا مش لعيب كويس، وهل ممكن يديك فرصه ولا مالكش فرصه من الاساس. فده فيديو ده فيديو. طيب الفيديو بيبقى كده وقته قد ايه؟ يعني لو دقيقتين كويس، ازيد شويه اقل شويه ده بيبقى كويس. لو كتر بس مليان لقطات مهمه كل ما يبقى كتير ولقطات مهمه ماشي، ما يكترش وحاجات تعمل باص تعمل مش عارف ايه حاجات يعني اي حد يعملها. ده ملوش لازمه. يعني حاول تحط المغزى او الحاجات المهمه جدا في الفيديو. لو انت مصور ماتشات رسميه حط اللقطات المميزه ليك فقط في الفيديو، ما تحطش اي حاجه وخلاص. حط الحاجات اللي انت شايفها، استلام كويس، تسليم كويس، شوط، مهاره، سرعه، كل الحاجات اللي انت تميز بيها حاول ان انت تظهرها في الفيديو. ولو انت ما عندكش ملكه ان انت صورت ماتشات رسميه ليك، اعمل اللي انا بقول لك عليه ده. شوف ملعب خماسي وخلي حد يصورك. انت راجل بتشوط كويس حاول ان انت تعمل مهاره وتشوط كويس، تقدر تصور من كذا شوطه من كذا حته. لو عندك مهاره اعمل المهارات دي، خلي حد ورقصه، بس خلي الموضوع يبان طبيعي ان انت راجل مهاري. وحاول برضو تجيب لقطات من الخماسي، حد يصورك من زمايلك برضو تحط فيه لقطات من الخماسي. ده برضو هيديك فرصه ولو بسيطه ان انت تقضي فتره معاشه في اي نادي لو المدرب خد فكره نسبيه عنك. طب ده كده بالنسبه للفيديو اللي بيطلب منك من الانديه او بيطلب منك خلال الاحتراف. طيب ايه هو السي في؟ السي في ده معناه السيره الذاتيه ليك. يعني انت لعبت في انديه ايه واسمها ايه ودرجه كام. يعني انا مثلا راجل لما اجي اقول السي في بتاعي او اكتب السي في بتاعي، انا لعبت في الاهلي، لعبت في المنتخب، لعبت فاركو، لعبت النصر، لعبت الترسانه. بكتب الحاجات اللي انا لعبت فيها، وكمان بكتب انجازاتي. يعني انا مثلا صعدت مع النصر دوري ممتاز، بكتب ان انا صعدت مع النصر دوري ممتاز. خدت مثلا هداف دوري مثلا في سنه، تكتب خدت هداف دوري في السنه كذا. تكتب كل انجازاتك خلال الفتره اللي فاتت. طب لو انا راجل ما لعبتش في اي حته يبقى انت ما ينفعش تعمل سي في. مفيش حاجه اسمها سي في. انت يبقى انت عندك فيديو. لما حد يقول لك ابعت لي السي في او الفيديو، تبعت له الفيديو بس اللي انت عملته، لان انت كده ما عندكش سي في. مفيش حاجه اسمها انا هعمل لك سي في، لان بشوف لعيبه كتير بييجوا يقولوا لي ده في شخص هيوديني مثلا في الحته الفلانيه قال لي هعمل لك سي في وهوديك. يعني ايه يعمل لك سي في؟ مفيش حاجه اسمها يعمل لك سي في. السي في ده انت بتبقى عملته، يعني انت لعبت فين وعملت ايه قبل كده. لكن مفيش حد يضحك عليك ويقول لك تعالى اعمل لك سي في. مفيش حاجه اسمها كده في الكوره.
طيب النقطة الثالثة وهي ازاي اسوق نفسي من خلال الفيديو بتاعي او السي في بتاعي. هي محتاجة شوية تعب بس شوية، بس دلوقتي الموضوع بقى اسهل. انت عندك دلوقتي جروبات ناشئين كتير، صفحات ناشئين ممكن تنشر عليها الفيديو، لان الجروبات دي بيبقى معظمها مدربين، والمدربين دول حتى لو مش مدربين على قوة اندية بيبقى فيه مدربين ليها علاقات بمدربين تانية. يعني انا مثلا عامل جروب لتسويق الناشئين، وفي جروبات تانية لتسويق الناشئين برضو بيبقى فيها مدربين بيطلبوا لعيبة وبيبص على لعيبة، ولو لو حتى لو هو مدرب استثماري برضو بيبقى ليه علاقة بكام مدرب من مدربين شغالين في قطاع نادي من الأندية. فانت حاول تنشر الفيديو بتاعك في كل حته، وتبعت لو لقيت وكيل خش ابعت له الفيديو، لو لقيت مدرب خش ابعت له الفيديو. فده هيسهل عليك برضو، هيديك فرصه ان هو ممكن يقول لك طب تعالى انزل اشوفك في الملعب، وهيديك فرصه ان انت تقضي فتره معايشه حتى لو صغيره مع نادي من الانديه. كل دي حاجات لازم تبقى انت عارفها، ولازم ان انت تسعى من خلالها، بالذات لو انت ما بتلعبش في نادي او ما عرفتش تروح نادي. لازم تعمل ليك فيديو. طبعا السي في ده ما بيتعملش في يوم وليله، لازم محتاج سنين، سنه بتلعب في مكان وسنه ثانيه بتلعب في مكان. فانت اللي في ايدك الفيديو، اللي في ايدك تاني ان انت تسوق نفسك. وكمان التسويق بره مصر دلوقتي بقى يفتح في انديه كتير بتطلب على صفحاتها الرسميه لعيبه محترفه، فلازم يبقى معاك فيديو عشان تقدر ان انت تبعته الكلام ده. وانا الفتره الجايه ان شاء الله هشتغل على الاحتراف، وهجيب لكم اكتر من صفحه او موقع رسمي لانديه محتاجين لعيبه، واقول لكم ازاي تملوها. لو انتم محتاجين ده او شايفين ان انا اشتغل على الفتره الجايه على الكلام ده اكتبوا لي في الكومنتات. وانا الفتره الجايه ان شاء الله هبتدي اجيب لكم كذا موضوع او كذا نادي زي نادي بايرن ميونخ. هجيب لكم انديه تانية في دوريات مختلفه، واقول لكم ايه اقوى انديه وايه اقوى الدوريات اللي تقدر ان انت تقدم فيها وممكن تطلع فيها فتره معايشه بدون اي تكاليف عن طريق النادي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لاعب كره قدم، واشوفكم على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم.